طيب الله مساءكم أينما كنتم سيداتي سادتي من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 22 مواطنا بكوفيد 19. جهود للدفع بإنتاج البذور الزيتية في الإقليم الأوسط. إحياء 8 مارس اليوم العالمي للمرأة في الإقليم الأوسط. مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف مطعما بالصومال. قتل جراء إطلاق صواريخ على مصافي النفطية في شمال سوريا. زعيم المعارضة في السنغال رهن الاعتقال وأنصاره يفتحون احتجاجاتهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة أكدت الفحوصات التي أجريت اليوم السادس من مارس إصابة 22 مواطنا بكوفيد 19 في مراكز العزل بإقليمي جنوب البحر الأحمر والأوسط. وأصيب 18 من المرضى في إقليم جنوب البحر الأحمر، منهم 10 في كيلوما و4 في عصب و3 في جبدة، وإصابة واحدة في طيعة، و4 إصابات بالإقليم الأوسط في أسمرة. في غضون ذلك شفي 18 مصابا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 13 منهم بالإقليم جنوب البحر الأحمر و5 من الإقليم الأوسط. بهذا بلغت عدد الإصابات بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 2944، شفي منها 2436 ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 501 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة السادس من مارس 2021. أعلن مسؤول تنمية النباتات في الإقليم الأوسط السيد أسرت هيلان أن الجهود جارية لرفع الإنتاج الزراعي عامة والبذور الزيتية والبقوليات خاصة. وأوضح التوسع الزراعي عام 2020 في الذرة والبقوليات والبذور الزيتية، ويجري العمل الجاد لرفع إنتاج البقوليات والبذور الزيتية. وأشار إلى أن إنتاج الذرة بلغ 446 ألف كنتال بارتفاع 19% عن العام الذي قبله. وذكر عن تنفيذ 94% من البرنامج الموضوع لزراعة مساحة 1730 هكتارا بالخضروات وحصاد 294 ألف كنتال، موضحا بأن حل إشكالية التخزين ستسهم لزيادة تنمية البذور المحسنة. وأشاد بالتعاون والتنسيق القوي بين المهنيين الزراعيين ووحدات قوات الدفاع والإدارات لإبادة الجراد الذي ظهر في الإقليم الأوسط، موصيا المزارعين للقيام بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه قبل حلول موسم الأمطار والتنويع الزراعي واستخدام الأسمدة الطبيعية. أحيا الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة بمختلف الأنشطة تحت شعار المرأة الإثرية عماد التنمية والتصدي. وقالت رئيس الفرع السيدة ألم بلاي في المناسبة التي جرت يوم 4 من مارس في مكتب الاتحاد فرع الإقليم الأوسط أن مضمون إحياء المناسبة هو لتقييم التقدم في المساواة الجنسية والحفاظ على المكتسبات وحل القصور وتجديد العهد لكامل المساواة. من ناحية أخرى نظم برنامج التبرع الطوعي للدم بمناسبة 8 من مارس بمشاركة المرأة في 13 مديرية بالإقليم الأوسط. وأوضحت مسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للمرأة السيدة سلومي قبر سلاسي أن الهدف من البرنامج تنمية محتوى بنك الدم لإنقاذ الحياة بالدم الذي يمكن تعويضه. وقد تبرعت النسوة حوالي 300 كيس دم، حيث أشاد مدير بنك الدم الدكتور يوهانس تخسته بمبادرة عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط لإنجاح مهمة التبرع بالدم. قال مدير مديرية أرعة السيد هبتاب قبراب أن تطور الخدمات الاجتماعية وتوسعها في المديرية الواقعة بإقليم جنوب البحر الأحمر أسهم في استقرار حياة السكان. وأوضح أن تجمع القرى في مكان وسط في السنوات الماضية مكن من حصول المواطنين على الخدمات السياسية
على الخدمات الأساسية عن قرب. وأشار إلى ارتفاع مؤسسات التعليم من مدرسة واحدة إلى 23 مدرسة، وارتفاع عدد الطلاب بنسبة 450%، بالإضافة إلى وجود مستشفى عمومي و5 عيادات. وذكر أن مشكلة المياه كانت التحدي الأكبر، ولحلها جرت أعمال إرسال مشاريع مياه 11 منها تعمل بالطاقة الشمسية، و16 بالدفع اليدوي، وحفر 18 بئرا. وأوضح مدير مديرية رعاية السيد هبتاب أن توسيع برامج الزراعة ومواصلة تجميع القرى وتطور الخدمات الاجتماعية وكذلك شق وصيانة الطرق الفرعية من البرامج التنموية التي ستنفذ هذا العام. وزع أكثر من 500 ألف نخفة للمحتاجين بمديريتي قذائف بالإقليم الأوسط ودبروة بالإقليم الجنوبي، ساهم به المواطنون في الداخل والخارج. وقد وزع 400 ألف نخفة ل 686 محتاجا بمديرية قذائف، تبرع به السكان والمحسنين من ضحية ما يعين، فيما وزع بذات الأسلوب أكثر من 100 ألف نخفة في منطقة ترى أمني ل 250 أسرة محتاجة. السادة المشاهدين، إلى فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. قال مسؤول بخدمة إسعاف أن 20 على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة منقومة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال شهود ووسائل إعلام رسمية أن إطلاق للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان. ووقع الانفجار عند مطعم قرب الميناء وفقا لشهود عيان. وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات، وأن الشرطة طوقت المنطقة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. جدير بالذكر أن حركة الشباب الإسلامية المتشددة نفذت هجمات مشابهة في الصومال ومناطق أخرى. أدى إطلاق صواريخ على مصافٍ للنفط في شمال سوريا إلى سقوط 4 قتلى على الأقل وجرح أكثر من 20 آخرين حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا أن الصواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات متحالفة مع النظام السوري أصابت مصافٍ للنفط في محافظة حلب، مسببة حريقا كبيرا في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها. واستهدفت المنشآت النفطية في الأجزاء التي تسيطر عليها تركيا من محافظة حلب بهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة. اشتبكت الشرطة السنغالية مع محتجين في عدة أحياء بالعاصمة داكار، بما في ذلك أمام محكمة مثل فيها زعيم معارض لأول مرة منذ اعتقاله. وقال محامي عثمان سونكو أنه متهم بالاغتصاب وتوجيه تهديدات وهي مزاعم أدت إلى اندلاع اشتباكات منذ اعتقاله يوم الأربعاء بين أنصاره والشرطة في عدة بلدات. وتخشى المعارضة من أن تكون هذه القضية محاولة من الرئيس ماكي سال لاستبعاد منافس ربما يحظى بشعبية إذا نوى الترشح للفوز بفترة ثالثة في العام 2024. ورشق المحتجين قوات الأمن بالحجارة وأشياء أخرى في داكار، وأقاموا حواجزا في الشوارع. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، كشفت دراسة نشرت في مجلة ساينس المرموقة عن اكتشاف كوكب خارجي جديد يبدو أنه مثالي للبحث فيه عن غلاف جوي وعن آثار حياة حول نجم غير شمسنا. وفي تصريح الوكالة فرانس بريس، أوضح خوسيه كابايرو وهو أحد معدي الدراسة التي ساهم فيها باحثون من 5 قارات أن الهدف النهائي هو العثور على علامات بيولوجية وبصمات حيوية في الغلاف الجوي للكواكب الخارجية. ويبلغ عدد الكواكب الخارجية التي اكتشفت خارج المجموعة الشمسية على مدار الأعوام 25 الأخيرة 4000، لكن حتى الآن لم يتبين أن ثمة غلافا جويا إلا لعدد قليل منها. وأتاح اكتشاف هذه الكواكب للباحثين إمكان إجراء دراسة عن كوكب خارج المجموعة الشمسية ذي طبيعة صخرية ككوكب الأرض، ويمكن أن يكون له غلاف جوي يشبه غلافنا الجوي.
بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقيا في أمان الله.